Réputée elle aussi pour son passé impérial, Meknès a été fondée au Xe siècle par la tribu zénète des Meknassas. Originaire de l'actuelle Algérie, la peuplade s'est établie dans la région, attirée par la fertilité du sol, l'abondance des eaux et le charme des... فأسهم ذلك إلى جانب اضطراب الأوضاع في إقليمي المغرب الأوسط والأدنى في قيام تجمع مذهبي في جنوب المغرب الأقصى، هو تجمع الصفريين الذين وجدوا بمنطقة سجل ماسة المجال المناسب لإقامتهم، ثم أسسوا مدينة تحمل اسم المنطقة لتكون نواة لدولة صفرية، وبايعوا عيسى بن يزيد بن الأسود إماما لهم، وسانده أبو القاسم سمكو زعيم قبيلة مكناسة بمبايعة قبيلته له. ولكن جماعة الصفرية بعد 15 سنة أخذوا عليه بعض المآخذ وأنكروا عليه بعض الأمور وقتلوه في سنة 155 هجرية. وقد تولى أبو القاسم بن سمنون بن واسول المكناسي بن مبرار الحكم خلفا لعيسى، وجعل الحكم متوارثا في أفراد الأسرة المبرارية حتى سقوط المدينة في أيدي الفاطميين.